الاي بي اي هي واحده من اكتر الحاجات اللي تبان من بعيد صعبه، لكن هي في الحقيقه اسهل بكتير مما تتخيل. ان شاء الله بعد الفيديو ده مش هكون محتاج تعرف حاجه تاني عن الاي بي اي في ان ان بالذات. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ايه هو بقى الاي بي اي ده اللي الناس شايفه ان هو صعب؟ واحده واحده كده، وان شاء الله بعد الفيديو ده مش هكون محتاج تعرف حاجه تاني عن الاي بي اي. فالاي بي اي هو اختصار لحاجه اسمها ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، وهو اختصارا كده هو مجموعه قواعد وبروتوكولز بتسمح للتطبيقات انها تتكلم مع بعض. مثال كده، تخيل ان انت عندك سوفت وير بنيته، والسوفت وير ده ابلكيشن مثلا موبايل، وهو محتاج ينشئ صور، محتاج يولد صور. فهل انت من الطبيعي ان انت تروح تعمل موديل يجنريت صور؟ ده طبعا ياخد منك شهور وياخد منك تكلفه وتيم متخصص عشان يبني لك الموديل ده، فطبعا ده شيء مستحيل يعني. فالطريقه السهله بقى ان انت تستخدم اوبن اي اي موديل يجنريت الصور ده عن طريق اي بي اي. فالاي بي اي تسمح للتطبيق بتاعك وتطبيق اوبن اي اي انهم يتكلموا مع بعض. جميل. برضه ده نفس الكلام مع ان 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 هي الاي بي اي هي تسمح لان ان ان هو يتكلم مع الجيميل بتاعك، وتسمح لان ان تتكلم مع الكالندر بتاعتك. تمام. نيجي لاكتر مثال تقريبا بيتشرح في الجزئيه ديت، وهو مثال المطعم. انت دلوقتي عاوز تطلب اكل. تخيل معايا كده، انت قاعد في مطعم عايز تطلب اكل، فانت تطلب اكل من الويتر يوديه للكيتشن. الكيتشن بيجهز في الباك جراوند الفود او الاكل يعني، وانت مش عارف الاكل ده جاهز ازاي، انت قاعد الاكل بيجي لك على الجاهز. فواحده واحده كده انت طلبت من الويتر راح للكيتشن، الكيتشن جهز الفود في الباك جراوند. بعدين انت رجع لك الاكل، الكيتشن راح جاي مرجعه الويتر رجعه ليك. الويتر ده هو الاي بي اي حرفيا بالظبط. انت اديت له ريكويست، اديت له طلب، فراح هو بعت الطلب ده للمطعم. المطعم راح جاي مجهز الاكل، فراح جاي لما الاكل جهز راح جاي المطبخ رد على الويتر بالاكل، فالويتر رد عليك بالاكل. حلو. تعالى بقى نعمل نفكر بنفس طريقه المثال بتاعك. انت عندك الابلكيشن ده عاوز يعمل صوره، فيبدا يبعت طلب لاوبن اي اي عن طريق اتش تي تي بي ريكويست، يقول له والله انا عاوز صوره قطه. فيبعت طلب للسيرفر، والله احنا عاوزين صوره قطه. يبدا يجهزها في الباك جراوند، انت مش عارف يجهز ازاي. فالسيرفر يرد على، يدي الاتش تي بي كويست الريسبونس بالقطه، او يقول له مثلا حصل ايرور مثلا، المهم يديله رد. فالرد ده يرجع للابلكيشن بتاعك بالصوره مثلا او بحاجه حصلت تانية. تاني واحده واحده، ندي كمان مثال. انت طلبت اكل، الاكل ده الطلب ده راح الويتر راح للمطبخ. المطبخ جهز الاكل في الباك جراوند، رجع لك، رجع الاكل للويتر، فالويتر رجعه لك. حلو. نيجي برضو لمثال مهم، وهو الويذر. انت دلوقتي عندك الابلكيشن ده محتاج يعرف وليكن مثلا النهارده درجه الحراره كام. فهل انت محتاج ان انت تبني من الصفر سيستم او سوفت وير يعرف هو النهارده درجه الحراره كام والكلام ده؟ لا طبعا. فانت تستخدم اي بي اي لسيرفر جاهز او سيستم جاهز يرجع لك الكلام ده. فانت مثلا الابلكيشن بتاعك يطلب ريكويست، يروح للسيرفر الخاص بيه يجهز الداتا في الباك جراوند، يبعتها لك. فالسيرفر يبعتها ل HTTP كويست، يبعتها للابلكيشن بتاعك تاني. لو ما فهمتش لسه بدري، احنا لسه في البدايه. نيجي لحاجه مهمه جدا، الا وهي الاي بي اي ميثودز. يعني ايه؟ احنا عندنا الخمسه ميثودز دولت، احنا بنسبه 99% و9 من 10 كمان احنا بنستخدم فقط الجيت والبوست، فاحنا هنركز عليهم جدا في الفيديو ده. الجيت هو بشكل ما لما انت تحتاج تجيب بيانات. تمام. يعني مثلا هات لي الطقس في القاهره. هل انت عدلت حاجه في الموضوع ده؟ لا، انت بس طلبت داتا، وهي هات لي الطقس في القاهره. لما البوست هي لما انت تحب تضيف حاجه، تعدل حاجه جديده، يعني مثلا انت تضيف كومنت، تبعت رساله. تمام. انك تبعت رساله دي كانك عملت بوست اي بي اي ميثود. البوت هو لما انت تغير كل حاجه. الباتش ما تغير جزء معين بس من البيانات. الديليت لما تمسح بيانات. احنا بس هنركز على ايه؟ على البوست والجيت اللي هم اهم حاجه. احنا بنستخدم نوع من الاي بي اي اسمه الريست اي بي اي، وهو بشكل ما اشهر حاجه موجوده حاليا، وهو بيسمح لنا ان احنا ناكسس داتا عن طريق
يونيك يو ار ال او يو ار ال مميز. يعني ايه الكلام ده؟ واحده واحده هنفهم. تعالى مثلا عن اشهر حاجه برضه بنستخدمها، وهي موضوع الويزر ده. فنروح على الاي بي اي بتاعته. فين الاي بي اي بتاعته؟ اي بي اي دوكيومنتيشن. فين اي بي اي دوكيومنتيشن؟ احنا عاوزين نجيب الويزر بتاع النهارده او الطقس بتاع النهارده. بيقول لك ايه؟ عشان تبعت ريكوست، عشان تبعت طلب لينا، لازم تعمل حاجه معينه جدا. هو انك اول حاجه تحط حاجه اسمها بيز يو ار ال. تمام. بعدين تحط لي حاجه من دولت. هاي لو والله انت عاوز الكرنت ويزر، عاوز النهارده ويزر ايه. طب انت عاوز فوركاست، عاوز تعرف والله فوركاست دي معناها ان انت بحاجه يعني ايه، توقع للتنبؤ بالمناخ، يعني تنبؤ بالمناخ الجاي. فانت عشان تستخدم الكرنت ويزر لازم تحط لي بعد البيز يو ار ال ده حاجه اسمها الكرنت دوت جيسون او الكرنت دوت اكس ام ال. طب انت عاوز تستخدم فوركاست، تحط لي بعد البيز يو ار ال حاجه اسمها الفوركاست دوت جيسون. حلو. فده اسمه البيز يو ار ال، وده اسمه اند بوينت. جميل. واحده واحده تيجي هنا اهو. الجزء ده ادي البيز يو ار ال، ده الاند بوينت. حلو. يعني كانه مثلا كده عنده اكتر من سيرفر. حلو. وانت بتقول له انا عاوز استخدم اللينك ده، البي جي ار ال ده، ولما استخدمه يروح لي على الجزء فقط اللي هو بتاع الكرنت يوسن، اللي هو بتاع الويزر بتاع النهارده. حلو. فانت دلوقتي هتجيب الويزر بتاع النهارده، بتاع الكرنت بتاع اليوم. لكن ده مش كفايه. لو دخلنا هنا مثلا على الريكوست بارامترز، هو اللي بيقول لك لما تبعت لي ريكوست مطلوب منك حاجتين: كي بارامترز. الكي بارامترز ديت هي بشكل ما بتفلتر الداتا اللي جايه. يعني ايه برضو؟ بيقول لك دلوقتي ان انا مطلوب منك الكيو دي، وهي ريكوايرد لازم تحطها. ايه هي الكيو؟ بيقول لك الكيو ديت ممكن تكون يا اما اللاتيتيود اللي هو خطوط طول وخطوط العرض، يا اما السيتي نيم. احنا هنستخدم سيتي نيم. ليه بقى؟ عشان هو انت لما تقول له وليكن مثلا انا عاوزك تجيب لي الويزر بتاع النهارده، هو محتاج يعرف انت عاوزه في اي مدينه. انت عاوزه في مصر، انت عاوزه في القاهره، انت عايزه في باريس، انت عايزه فين بالظبط؟ فاحنا عاوزينه في القاهره. فنيجي هنا عن اللي احنا عملناه. فهنا مثلا قلنا كايرو. خليك فاكر ان الكوير بارامتر هي حاجه بنفلتر بيها الداتا اللي راجعه. احنا عندنا البيز يو ار ال، عندنا الاند بوينت، بعدين عندنا الكويري بارامترز. تاني كويري بارامتر موجوده وهي الكي. دي الاي بي اي كي عشان يعرف والله هو مين اللي باعت، عبد الله اللي باعت، محمد اللي باعت. كل واحد بيكون ليه اي بي اي مختلف عن التاني. جميل. جميل. انا عاوز ندخل على طول في ان ان عشان بس ايه، نخلي الموضوع سهل وبسيط يعني، وايه، ونجرب بايدينا على طول. هندخل على ان ان، نبدا نكتب HTTP request. هو معلش انا برضو في حاجه ما قلتهاش، واحنا اصلا ليه بنستخدم HTTP request؟ بكل بساطه عشان احنا لو بحثنا عن فري ويزر مش هنلاقيها. عشان كده بنستخدم HTTP request. هو بيخلينا نستخدم او بيخلي ان تتواصل مع الابلكيشنز التانية بطريقه يعني ايه، فيها شيء من البروتوكولز يعني، وشيء من القواعد المنظمه اللي تسمح لي ان تتواصل مع تطبيقات تانية. نكتب على HTTP request. يبقى ايوه جميل. حلو. ده نوعها ايه؟ دي نوعها جيت. دي نوعها جيت عشان احنا بنجيب داتا مش بنعدل حاجه. فنروح على ان نكتب، نروح نجيب اول حاجه بسم الله البيز يو ار ال. فنروح ناخد البيز يو ار ال ده كوبي. يلا يا عم. خدنا البيز يو ار ال. احنا عاوزين ايه؟ عاوزين اند بوينت بتاعت current ويزر. نروح نجيب الايه، الاند بوينت current ويزر. هنا بقى نحط الكويري بارامتر، نبدا نفلتر الداتا اللي راجعه لنا. فنحط الاي بي اي كي. تمام.
لازم نحط ايه، علامه استفهام كده قبل ما نحط الكويري بارامتر. حلو كده، ناقص حاجه واحده بس، ان احنا نحط السيتي. فعشان نضيف كويري بارامتر تاني لازم ان احنا نعمل اند اللي هي علامه اللي هي شيفت 7، ونحط اخر حاجه وهي الكايرو او السيت اللي احنا عاوزين نجيب لها الطقس يعني. حلو حلو. بس كده احنا عملنا اكسكيوت، المفروض يرجع لنا في ايه طيب. سورس ينقارد تن 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 تن. شباب المشكلة هنا ان في مسافة بين الفي 1 والكرنت، وده غلط. فاحنا هنمسح بس المسافة ديت ونعمل اكسكيوت، رجع لنا الطقس كامل. ممكن نشوف مثلا يقول لك ان احنا في مصر وادي خطوط العرض، وهتلاقيه مرجع لنا بسم الله ادي التمبريتشر. تمام والله ابديتد. المهم يعني في هنا حاجة مهمة جدا بقى. احنا هنا عملنا ايه؟ احنا هنا حطينا الاي بي اي في قلب الريكوست نفسه، في قلب اليو ار ال نفسه. فاحنا لو حد نزل دلوقتي الورك فلو ده وشاركه مع حد، الاي بي اي هتتسرب. لو خدتها مثلا كوبي بعتها لكلود او شات جي بي تي، الاي بي اي هتتسرب. فايه الحل؟ الحل ان احنا مثلا نيجي هنا، احنا هنا بنعمل حاجه اوثنتيكيشن. احنا لما نحط الاي بي اي بنعمل حاجه اسمها اوثنتيكيشن، اللي هو انا بعرف السيرفر ده اللي انا ابعت له هو مين اللي بعت لك، عبد الله اللي بعت لك مثلا، عشان ده دي الاي بي اي مخصصه فقط لعبد الله، مفيش حد معاه الاي بي اي ده غير عبد الله. فابدا ان انا اعمل له حاجه اسمها جينيريك كريدنشال تايب، واختار نوعها. دي نوعها عذرا هيدر اوثنتيكيشن، عشان انا ببعتها في قلب الهيدر، في قلب الايه، في قلب اليو ار ال. هيدر او اس. ابدا ان انا اعمل كريت نيو كريدنشال، وهنا عندنا النيم والفاليو. الفاليو ان انا بحط الاي بي اي نفسها، تمام، اللي هي ديت. كان اسمها ايه؟ كان اسمها الكيو، ولا لا كان اسمها الكي. نكتب كلمة الكي اللي هو ده. احنا كنا هنا فين؟ تمام، فين الدوكيومنتيشن؟ اوكي، اللي هو هنا عندنا الكي اللي هو الاي بي اي كي. جميل. نكتب كي، ونبدأ ان احنا نسجل اسمها، وليكن مثلا ديت فري ويذر ويذر اي بي اي. تمام، سيف. قال لك كله تمام اهوت، يبقى كله زي الفل. اكس. فانت المفروض بقى تمسح الكي من هنا، وطبعا تشيل اند عشان احنا مش محتاجين اند دلوقتي. نعمل اكسكيوت تاني، كل حاجه رجعت زي ما هي تمام. يبقى انت حتى لو شاركت الورك فلو ده مع حد مش هتشارك الاي بي اي. جميل، جميل جدا. نرجع للشرح تاني. بسم الله. كده احنا خلصنا الجيت ميثود، وقلنا الجيت ان احنا بنجيب داتا فقط لا غير. عايز اقول لك على حاجه بقى، حته البوست ريكويست. نيجي عند البوست ريكويست. لو دخلنا مثلا على حاجه زي شات روت، ده حاجه ان شاء الله نشرحها يعني مستقبلا. ولكن بس خلينا ايه اقول لك حته آه، شات روت دي مهمه جدا. ليه دلوقتي اللي انا عايز اعمله ان انا عاوز اجي عند الكونفرزيشن ديت، واقوم جاي عامل حاجه مهمه جدا، ان انا اقوم جاي عامل اساين للايجنت ده ليه عبد الله. يعني دلوقتي لما اعمل له اساين البوت مش هيرد على عبد الله، المفروض هيبقى ماين. لما اعمل اساين لعبد الله يبقى عبد الله هيرد عليه. معمول له النن يبقى الايه ايجنت هو اللي هيرد عليه. فدي لو فكرنا فيها ان انا بعدل حاجه موجوده، يعني بعدل حاجه موجوده، وهي ان انا بعمل بوست ريكويست. لو جينا هنا عند شرح البوست، وانت اما تضيف حاجه جديده، تمام، ما تضيف حاجه جديده انك تبقى ايه. المهم يعني احنا ايه بنضيف الساين، بنضيف له زي ليبل ان ده بتاع عبد الله هو اللي يرد عليه.
لو دخلنا على الdocumentation بتاعة شات ووت، يعني لو أنت مستقبلًا حبيت تعمل system للعملا، فبشكل ما أنت محتاج في جزء معين إن المحادثة تروح لموظف مش لبوت، فدي باستخدمها في حاجة زي كده يعني. لو دخلنا على في حاجة اسمها curl، هو إيه، راح جاي مدينا كل حاجة بكل بساطة، قال لك خش أهوّة، خد ده copy، روح على init نعمل واحدة جديدة HTTP request جديدة، عندك import curl، حطه copy import، الموضوع خلص، خلصنا. هو بس بيقول لك حط الاي بي اي كي، انا هحط الاي بي اي كي، نروح على شات ووت نجيبها، تمام، نخش يا باشا كوبي، نرجع نحط الاي بي اي كي، ماشي. طبعا همسحها يعني، او يعني هبدا ان انا اغيرها يعني. جميل 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 جميل. بص افتح هنا كده، هنا طلب منك حاجتين، conversation اي دي وهي رقم 3، تمام، الاكونت اي دي وهو رقم 1، حلو. انا طبعا عشان انا بستخدم سيلف هوست شات ووت، فانا ايه، هغير بس اليو ار ال ده لليو ار ال الخاص بي انا. احنا هنا، تمام. امسح يا باشا، امسح يا باشا، امسح يا باشا، امسح يا باشا، تمام. بس كده، كده احنا ايه خلصنا. لا، بص ان هنا بس لو انت شفت شات روت هتلاقي conversation، هتلاقي ديت موجوده، عبد الله موجوده، او ماي اورنج دي موجوده في الان اساين، تمام. لما نشغل الورك فلو، ما نشغل ديت اكسكيوت، نيجي هنا في شات روت هنلاقيها بقت ماين، يعني دلوقتي بحد البوت مش هيرد عليها، انا اللي هرد عليها، او موظف خدمه العملاء هو اللي هيرد عليها، تمام. نرجع نخليها زي ما هي تاني، جميل. نرجع هنا تاني، في برضه احنا هنا عملنا مشكله، ان احنا عملنا الاي بي اي موجوده في الورك فلو نفسه، فلو شاركنا الورك فلو ده مع حد هنسرب الاي بي اي، فنعمل ايه، نيجي عند الاوثنتيكيشن، نعمل جينيريك، نخش نختار دي هيدر او اس، تمام، نقوم جاي عاملين دي اد نيو كريدنشال، تعالي تاني، اد نيو كريدنشال، النيم بتاعها كان اسمه ايه، النيم بتاع اي بي اي اكسس توكن، ماشي، نيو كريدنشال، الفاليو بتاعتها نحط الاي بي اي نفسها، نعمل سيف، نسميها طبعا الاول شاتو تيست، نعمل سيف، جميل. نيجي هنا نمسح او نقفل خاطر السند هيدر ديت، احنا هنا بعتنا، بص معلش ركز تاني، احنا قلنا ان احنا عملنا نوع بوست ميثود، ماشي، فاحنا بنعمل بوست ميثود بنبعت حاجه اسمها سند بودي، بتبعت له الداتا اللي انت هتعدل فيها، فاحنا هنعدل ان احنا نعمل اساين اي دي، اساين المحادثه دي للشخص اللي هو اي دي بتاعه اسمه 1، تمام. يا رب يكون بس الموضوع سهل وبسيط يعني. فلو عملنا هنا برضه هتشوف، هتلاقي ان هي ايه، انا اساين، لما نعمل اكسكيوت ستيب، نرجع هنا هتلاقيها بقت ايه، بقت موجوده هنا، تمام. فبس كده، فيا رب بس يكون الموضوع واضح وبسيط، وان شاء الله في الفيديو الجاي هشرح برضو بروجكت على الموضوع ده، هيبقى عباره عن ان احنا بنستخرج الجوبس موجوده في ابورك عن طريق ابيفاي، عن طريق الاي بي اي، فاحنا هنخلي ان ان يتكلم مع ابيفاي، يسحب منه الداتا عن طريق اي بي اي. فبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده، واتمنى ان اكون بسطت لكم الموضوع على قد ما اقدر. فان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عباره عن بروجكت، عباره ان احنا بنستخرج الجوبس من ابورك، فاحنا هنخلي ان ان يتكلم مع ابيفاي اللي هو هنستخرج منها الداتا عن طريق اي بي اي، فان ان هيتكلم مع ابيفاي عن طريق اي بي اي. فاستنى الفيديو الجاي، ولو عجبك الفيديو ده اشترك في القناه واعمل لايك والكلام ده، فبس كده يعني، فالسلام عليكم، دمتم في امان الله، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.